قائمة نداء تونس بمدينة بن عروس في ولاية بن عروس. من غير ما نطول عليكم برشا، تعرفوا اللي على موعد مع التاريخ ان شاء الله باش نكتبوا تاريخ تونس جديدة. نداءنا لكل الندائيين وغير الندائيين اللي يغيروا على تونس ويحبوا يحافظوا على مكتسباتها ويدعموها. نداءنا نهار الأحد بالطبيعة يوم حافل إن شاء الله يكلل بالنجاح والفرحة بعد إعلان النتائج. الناس كل مبسوطة باش نسكروا مع بعضنا مستقبل تونس اللي نحبوها واللي كيما نتخيلوها. من غير ما نطول عليكم برشا، نحيل الكلمة للأخ الأستاذ الأزهر العكرمي رئيس قائمة تونس بن عروس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا أبناء وأخوة وأخوات. قبل ما نحكيه على القائمة، اليوم في هذا الصباح سقط أحد شهداء الحرس الوطني برصاص الغدر والإرهاب. تفضلوا دقيقة صمت على روحه الطاهرة. شكرا، بارك الله فيكم. على مرحبا بأهالي رادس ومرحبا بأولاد الملاحة اللي نحب نقول لهم حاجة. حيكم والبطالة والتلوث رانا نعرف وراه مش غريب علينا وراه قلوبنا عليكم. ان شاء الله كي ترجع تونس لبلاصتها، كي ترجع تونس تنتج، ترجع تونس زاهيه فيها البهجه، فيها العمل، فيها الصحه. ماناش باش نوعدوا غير الوعد الصادق، وماناش باش نكذبوا عليكم بمئات الالاف من اماكن التشغيل، لكن نقولوا رانا عندنا الوعد الصادق وعندنا الثقة. وراهو بعض الأحياء في ولاية بن عروس ذات الأولوية باش نحطوها في قلوبنا وباش نحطوها في عينينا، وإن شاء الله نشوفوكم تخدموا ونشوفوكم فرحانين. على خاطر بكري شفت حالة البهجة وحالة الفرح، فثبت أنه تونس ما نجم حتى حد يفرض عليها الكذب. شبان وشابات زاهيين ويشطحوا ويحبوا على الفرح، يحبوا على البهجة، يحبوا على السرور، يحبوا على السعادة. ما همش يبحثوا على السواد وعلى الكبت وعلى أنه الناس تغرق في قلة الأمل. هدفنا هو إرجاع الأمل للناس، لكن أمل الناس باقتصاد الوفرة والإنتاج الكبير والمعامل والمناطق النظيفة والبيئة النظيفة، مش المزابل اللي ولات مكدسة في كل بقعة تعطي في الناموس وتعطي في الشرابة وتعطي في الروايح النامة. هذه البلاد أنا نقول جيلي وما بعد جيلي يخدموا باش يخليوها الأولاد في عمر الزهور. راني نشوف فيهم أغلبية قدامي وجراو من المحمدية ومن فوشانة ومن الخليدية ومن المغيرة ومن مرورا ببن عروس، زهرة، حمام منف، رادس، حمام الشرق، عين ملاحة. شفنا شباب متطوع وفدائيين كالسباع. حقيقة الواحد يحشم قدامهم. وراهو يا شبيبة الملاحة ما قصدناش انه ما جبنا لكمش كراب،
راهو هذيك هي الامكانيات اللي موجوده بين ايدينا، واذا كان خذتكم ارواحكم ما فماش لا حجره، راكم في قلوبنا وفي عينينا ما فماش حجره عندنا. وان شاء الله ال5 سنين الجايه الحجره تتحط في القانون وتتحرك مع الصعوبات ومع الشفاء. احنا خدمنا على مدى عامين ونصف في نداء تونس او 3 سنوات. عام 2011 شفنا كيفاش الميزان مختلف والناس دازه على العنف والحديث على الشرعيه وعلى التفاخر والتباهي بالسلطه. فقلنا نعمل حزب يعبي حفره كبيره في البلاد ويرجع التوازن، ولا سبينا حد لا ضربنا حد لا نظمنا عنف. الكلام اللي قلناه في 2011 و2012 الكل وقفت عليه تونس اليوم. قلنا يا ولادي راهو التوافق هو الترياق. اول ما ظهرنا قلنا الشرعيه راهي ماهيش حل، راهي ماده سائله ممكن انك تنساها محلوله تمشي كلها. راهو التوافق الوطني، تونس لاولادها الكل، وتونس خيمه لكل ابنائها شركاء في وطن واحد. وقلنا راهو لابد من تنميه الاقتصاد لتوزيع العدل والثروه على الناس. وقلنا راهو الارهاب جاي، وراهو برشا سلوكات ستجرنا الى القتل والى التدمير والى التفجير. هذايا بعد عام ونص من الصبر والمعاناه تحقق التوازن، والان اصبح حقيقه ملموسه باصابع اليد. ماشيين بقدره ربي لاقامه التوازن في تونس في هذه الانتخابات، واحنا على يقين انه هذا الشعب الطيب، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب اللي صحيح انه في زعما يغضب لكن خير من شعوب المنطقه كلها، هذا الشعب الذي لم ينزلق في عمومه الى السلاح والى التفجير. نحن نعرف بلادنا اللي يقوم ال5 ويشوف محطات الكيران يشوف نساء تونس كيفاش هابطين ماشيين المعامل، يشوف شباب تونس انه يبحث على فرصه العيش وفرصه العمل، وانه الحمد لله قد ما تمت دعوه للتجنيد شباب تونس ما حدش على الخط. ونعرفوا مش معناها وضع بعيد علينا، في عائلاتنا عندنا شكون متخرج عنده 7 و8 سنين وما يبيعش ذمته وما يبيعش صوته في سبيل انه يحصل على خبزه مغموسه بالدم ولا مغموسه بقله الكرامه. تجوع الحره ولا تاكل بثدييها، والشاب التونسي يتحمل ويقبض على الجمره وما يسيبش وما يحلش لين ان شاء الله تتحل افاق العمل وتتحل معناها افاق الكسب وافاق انه الانسان يعمر وانه يتزوج وانه معناها يخلق وضع. هذا التوازن اخترنا من 2011 2012 اخترنا شعار هو النخله اللي ربي ذكرها في القرآن 27 مرة، النخلة اللي هي الجريد الباهي والفزاوة، النخلة اللي عندها طاقة على الصبر والتحمل، النخلة اللي ما تردش على السفاسف يضربوها بالأحجار تهبط الدقلة للناس باش ياكلوا. واخترنا ضمن القرعة الحقيقة قائمتنا خذات رقم في 43 رقم 43 والنخلة اللي عملناه من توازن باش نقولوا لشعبنا في بن عروس صوت للنخلة راح حياتك تولي أحلى، وصوت للنخلة قبل ما تخلى بعيد الشر عليكم على تونس. واليوم نحب نقول كلمة للشباب، سلطة الآباء وسلطة المعلمين وسلطة الأساتذة كانت على الشباب سلطة أدبية، لأنه يقول له اسكت أنا ما أعرف أكثر منك. كانت سلطة المعرفة أنه
الكبير يوجه الصغير. أنا اللي نعرفه اليوم أن السلطة هذه انتقلت إلى مكان آخر اسمه www.com، وأنا نعرف أنه اللي ما نعرفوش يقوم أي واحد يحل ايباد ولا ايفون يقول لي ما في بالكش بيا، هذا موجود في البلاصة الفلانية في العالم الافتراضي تاع الانترنت. حقيقة راهنا وعملنا في هذا الحزب على الشباب، وسنعول عليه في بناء الدولة وفي بناء المستقبل في قادم الأيام. نهار الأحد الجاي باش نطلبوا رجاء خاص من الخير الكل، إذا كان نحاولوا نكملوا ننجحوا حاولوا فيقوا بكري، لأنه تونس في ممر مفترق طرق، وما زالت إلى حد الآن الطرق الخايبة والطرق الباهية كيف ما زالت مفتوحة. والبلاد هذه تستاهل منا لفتة، أنه من نهار السبت في الليل نفرغوا رواحنا لبلادنا ولتونس للمصير باش نهار الأحد نفيقوا بكري، وباش نمشيو نصوتوا الساعة بالأساس. احنا خذنا هذه الحملة ولم نثلب أحدا، ما سبيناش الناس، ما حبيناش نبنيو حملتنا على كره الآخر وعلى الإقصاء وعلى أنه الجهة هذيك ولا الحزب هذاك به وعليه. قلنا نحن هاوش نجموا نعمل، وتوقفنا غادي لإشاعة مكارم الأخلاق بين الناس. وأنا نقول هذه الحملة النظيفة هي عنوان للروادسية والأهالي بن عروس الكل والأهالي تونس والجمهورية التونسية الكل. حقيقة يلزمنا نقولوها، الحملة الانتخابية إلى حد اليوم تعدات نظيفة وتعمل كيف وكأنه بلادنا عندها 100 عام ديمقراطية، وهذا يلزمنا نسجلوه إذا دخلنا باب التنافس. لأنه 2012 و2013 كان صراع إلغاء، كان عنف، كان حرقان مقرات، وكنا نقولوا راهو نداء تونس لإنقاذ تونس، فنقابل بلغة ما نحبش لا نفكرها لا نعاودها. ثم بعض الأطراف أهداها ربي ونحاتك الصنعة. واليوم أنا نشوف في حالة من التنافس داخل الوئام. إن شاء الله تتواصل باش نتنافسوا على شكون يحب تونس خير، شكون يحب أولاد تونس خير، شكون ما يحبش يرى الكياسات محفرة تؤذي الكراهة وتؤذي اللي مار في الشتاء يضربوا الطين ويضربوا الطبع وقت اللي تعدى الكراهة. شكون اللي ما يحبش تونس فيها عبد مريض ملوح تحت حيط ما عندوش باش يداوي. فاقدي الامل في بعض الاحياء اللي يعمل كعبات كنتون ويحط عليهم الزنقي، وكي تسخن الدنيا ما عادش نجم يقعد فيها يحط شرايه برا وين يميل الظل وهو يتبع فيها. مستوى التعليم اللي طاح باش نوليو نباهيو ونتباهاو بجامعاتنا وبطلبتنا، ويولي اللي يتخرج عنده كفاءة انهم الناس يتلاقفوه باش يخدموه. ايها الاحبة، باش ما نطولش عليكم، تونس قدامها خير كبير ياسر. سمعتنا اللي صار الحوار الوطني، سمعة تونس بدات تطلع لبرا، وعندنا اطراف مستعدة تضخ اموال ترجع التنمية وتعمل البنية التحتية وليزودورود وتعمل الصناعة والمنشآت وتخدم الناس، وعازمين عزما لا يفل أن نصلح منظومتنا الأمنية ونوجه التحية لأولادنا وأبنائنا اللي منتشرين يحميوا في هذا الوطن، وهم يليق بهم حماة الديار مش الأسماء القبيحة الأخرى اللي قيلت. أن نصلحوا تعليمنا، أن نصلحوا صحتنا، هذا هو مشروعنا، هو مشروع الوعد الصادق، مشروع الوفاء بالعهد، لأن العهد كان مسؤولا
وان شاء الله نحط ايدينا في ايديكم جميعا، وكل واحد يحس من بلاصته انه من غيره هو تونس راهي ما تنموش وتونس ما تقدش. اذا وصلنا هذا نقرر مصيرنا نهار الاحد، وان شاء الله نحتفلوا في اكثر من الوقت اللي قعدناه هذا بعد النتائج وبعد النجاح، وتحسوه نجاحكم الكل. في عام عامين نشوفوا البلاد بدات تتبدل، والعبره مش نجيكم نقول لكم صوتونا، ان شاء الله ربي يقدرنا باش نرجعوا لكم بعد نقول لكم ايش عندكم وشنو اللي ما شفناش نجموا نخدموكم به، لان خادم القوم سيدهم، وما نجريوا باش الواحد يولي نائب في مجلس النواب ينوب ربي هو النائب باش نخدموا الناس. وان شاء الله الوقت بيناتنا، ونهار اللي يجي امتحان المحاسبه يكرم المرء ويهان، وسامحونا على الاطاله، بارك الله فيكم. بعد شوية ما عايز ساعة. اسمع لو انا في الكيس انا